أهلا بيكم حبايب قلبي تلاميذ الصف السادس الابتدائي. النهاردة أول فيديو لينا في القناة، ولو أنت أول مرة تشوفني أو تسمعني فأنا ميس رانيا فتحي. بحب أقدم الرياضة بطريقة سهلة وممتعة بحيث تحل أصعب المسائل بأسهل الطرق. ولو أنت جاهز يا بطل يلا بينا نبتدي. هتعلم النهاردة ايه في الحصة؟ هتعلم النهاردة 3 أخطاء شائعة في درس قابلية القسمة. ليك زمايل بيقعوا في الدرس ده كتير رغم ان هو سهل. تعالى نتعرف على ال3 أخطاء دي، بس قبل ما ندخل في الدرس ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يصلك كل ما هو جديد ونحل مسائل أكتر مع بعض. ويلا بينا ننتقل للدرس. وأول خطأ هصادفه عندي هو القسمة على 3. ازاي يا ميس؟ ايه الخطأ اللي احنا بنقابله في القسمة على 3؟ اجي اقول لزميلك اقسم 42 على 3، فيجي زميلي يقول لي حاضر دي سهلة جدا. اعمل ايه يا ميس؟ امسك ال 42 اقسمها على 3 بطريقة القسمة العادية اللي انا كنت باخدها في رابعة وتالتة ابتدائي. ازاي؟ يبتدي الولد يقسم من الشمال لليمين ويقول الأربعة على 3 فيها كام؟ يقول لي الأربعة فيها 3 واحدة يبقى فيها الواحد. طب اتبقى كام من الأربعة لما أخدت منها 3؟ اتبقى واحد. يبتدي يحطه جنب الاتنين عشان يكبرها بقت 12. في حاجة في 3 تديني 12؟ فيا الأربعة. يبقى طلع الإجابة بتاعتي 14. إجابته صح، بس هو كده استخدم الطريقة التقليدية القديمة. أمال أنا يا ميس أنا عايز أعرف ال 42 تقبل الاسم على التلاتة، إيه الصح بتاعها يا ميس؟ قال لك الصح بتاعها لما تيجي اقول لك 42 شوف هتقبل الاسم على التلاتة ولا لا. تعمل ايه؟ تمسك ال 42 يا ميس وتبتدي تجمع ارقامها. يعني ايه يا ميس اجمع ارقامها؟ تعال نشوف. يعني يا ميس امسك الاربعة ازود عليها الاتنين يبقى كده الاتنين واربعين، وابتدي اجمعهم. 2 زائد 4 تديني 6. طب هل في حاجة في التلاتة اللي انا بقسم عليها دي تديني 6؟ يا ميس انا عارف ان 3 في 2 تديني 6، يبقى الستة قبلت القسمة على التلاتة. يبقى الاتنين واربعين هي كمان يا ميس بتقبل القسمة على التلاتة. يبقى انا جمعت ارقام العدد اللي قدامي علشان اشوفه يقبل القسمة على التلاتة ولا لا. تعال نشوف مثال كمان للتوضيح. يا ميس لو انت كتبتي لي هنا عندي 102، انا عايزه اشوف ال 102 دي تقبل القسمه على التلاتة ولا لا. تعالى نبتدي نجمع ارقام ال 102. ادي 1 زائد الصفر زائد الاتنين يساوي 1 زائد 0 1 زائد الاتنين تديني 3. هل في حاجة في التلاتة دي يا ميس تديني التلاتة؟ ده في 3 في 1، يبقى التلاتة بتقبل القسمة على التلاتة. يبقى ال 102 كلها يا ميس هي كمان بتقبل القسمة على التلاتة. يبقى من هنا يا بطل علشان اعرف العدد اللي قدامي ده يقبل القسمة على التلاتة اعمل ايه؟ قال لي يا ميس تجمعي ارقام العدد اللي قدامك. لو طلعت ارقامه من مضاعفات التلاتة، لو طلعت ارقامه عندي هنا من مضاعفات التلاتة يبقى العدد ده اللي قدامي يا ميس يقبل القسمة على التلاتة. يبقى العدد اللي قدامي يا ميس لو طلعت مجموع ارقامه من مضاعفات العدد 3 فهو يقبل القسمة على التلاتة. تعالى ننتقل للقاعدة رقم 2 اللي زمايلنا بيتلخبطوا فيها. قاعدة رقم 2 زمايلي بيتلخبطوا في القسمة بين 2 و5 و10، بيخلطوا بين قاعدة القسمة على الاتنين والخمسة والعشرة. تعال نشوف الخطأ اللي زمايلنا بيقع فيه علشان احنا كمان ما نقعش فيه. أول حاجة تعال نشوف امتى أقسم على الاتنين. قال لي يا ميس علشان تقسم على الاتنين لازما العدد اللي قدامك يكون أحاده رقم زوجي. طب ايه هي الأرقام الزوجية؟ قال لي يا ميس الأرقام الزوجية هي 0 2 4 6 8، وأي عدد يبتدي بصفر 2 4 6 8 فهو يقبل الاسم عندي على الاتنين. تعال نشوف أمثلة على الكلام ده. أجي أقول لك هنا عندي ال20، هتقولي ال20 دي أولها صفر يبقى بتحب الاسم عندي على الاتنين. فعلا يا ميس 20 على الاتنين أنا عارف فيها الإجابة بتاعتي فيها العشر. طيب تعالى ناخد مسألة كمان. ادي 124 عايزة اشوف هتقبل الاسم على الاتنين ولا لا. اولها كام ال 124؟ اولها 4، والاربعة ده من الارقام الزوجية. يبقى ال 124 كلها بتقبل الاسم على الاتنين. تعالى نشوف واحدة كمان. لو جيتي قلت لي يا ميس هنا 308، 308 دي اولها 8، اولها رقم زوجي. طب ما تقولي التلاتة فردي، اقول لك مالكش دعوة، احنا بنبص الاول الرقم اللي هي خانة الاحاد فيها عدد زوجي، يبقى العدد ده كله يا ميس يحب الاسم
الاسم عندي على الاتنين. تعال نشوف عدد كمان. لو جيت قلت لك 998 دي اولها كام يا بطل؟ اولها 8. هتقول لي ما التسعات فردي، اقول لك مالكش دعوه غير باول واحد. التمانية تحب الاسم على الاتنين، يبقى ال 998 كلها تقبل الاسم على الاتنين. يبقى انا كده عرفت قابليه الاسم على الاتنين بجيبها ازاي. لو العدد اللي قدامي اوله رقم زوجي زي 0 2 4 6 8 واي عدد يبدأ بيهم فهو عدد زوجي يحب الاسم على الاتنين. تعال نشوف تاني خطأ بيقع فيه زميلي في القاعدة دي، وهي قابلية الاسم على الخمسة. ايه هي قابلية الاسم على الخمسة؟ قال لي يا ميس لو العدد اللي قدامي اوله 0 او اوله 5 فهو يا ميس يحب الاسم عندي على الخمس. ازاي الكلام ده؟ يعني ميس لو انت جيتي قلت لي هنا 60، طب دي اولها 0. والله يا ميس طب ما انت من شويه قايله لي ان العدد اللي اوله 0 يحب الاسم على الاتنين، علشان كده زميلنا بيتلخبط. الصفر الوحيد المشترك ما بين الاتنين والخمس، يعني العدد اللي اوله 0 يحب الاسم على الاتنين. طب العدد اللي اوله 0 يحب الاسم على الخمسه. يبقى ال60 كمان يا ميس بتقبل الاسم عندي على الخمسه، فيها ال12 انا حافظها من جدول الضرب. طب يعني ميس لو انت جيتي قلت لي انا عندي ال75 تقبل الاسم على الخمسه. يا ميس دي اولها 5 فدي تقبل الاسم عندي على الخمس. فزميلي بيدخل الخطأ هنا، يبقى العدد كمان اللي اوله 5 يبقى الاسم على الاتنين. اقول لك لا، تعالى ستوب، مش كل الاعداد اللي اولها 0 و5 يبقى برضو بتقبل على الخمسه وعلى الاتنين. الصفر بس اللي يحب الاسم على الاتنين والخمسة، أما العدد اللي أوله 5 فهو يحب فقط الاسم على الخمسة. طيب تعال نشوف تالت خطأ زميلنا بيقع فيه، وهو قابلية الاسم على العشرة. امتى العدد يحب الاسم على العشرة؟ لو كان يا ميس أحاده يساوي 0، غير كده ما يحبش الاسم على العشرة. العدد اللي أوله 0 يا ميس يحب الاسم على العشرة. تعال نشوف زي ايه. زي لما اجي اقول لك عندي هنا 200، ال 200 دي اولها 0 يبقى بتحب الاسم عندي على العشر. تعال نجرب كده نقسم على العشرة. انت اولك 0 يبقى تحب الاسم على العشر. 0 يمشي مع الصفر يديني 20. دي سهلة جدا. يعني مثل لو جيتي قلت لي هنا 6000، انا عايزة اعرف تقبل الاسم على العشرة ولا لا. يا ميس العدد اللي اوله 0 يحب الاسم عندي على العشرة. 0 يا ميس يمشي مع 0 يبقى عندي هنا 600. يبقى زمايلنا كانوا بيتلخبطوا في ايه؟ علشان الصفر بيحب الاسم على الاتنين والخمسة والعشرة، فكان زمايلنا بيدخل الثلاث قواعد في بعض. يبقى الصفر هو الحالة المشتركة فقط لا غير بين قابلية الاسم على الاتنين والخمسة والعشرة. تعال نشوف تالت خطأ، وده آخر خطأ في قلب الحصة زمايلنا بيقعوا فيه، وهو استخدام الاسم العادية في قابلية الاسم على الأربعة. يجي زميلك أقول له اقسم 128 على الأربعة، يقول لي يا ميس أنا هستخدم الاسم العادية. تعال نشوف هيستخدم الاسم العادية ازاي وايه الخطأ اللي هيقع فيه. هيبتدي يمسك 128 ويقسمها بالشكل اللي احنا عارفينه. هيمسك الواحد يقسمه على الأربعة، هيقول لي ما ينفعش، عشان ما ينفعش اقسم صغير على الكبير يبقى فيها الصفر. هيبتدي يكبر العدد شوية بقت 12. في حاجة في 4 تديني 12؟ يا بطل فيها التلاتة. طيب نمسك التمانية نقسمها على الأربعة، في حاجة في 4 تديك 8؟ يا ميس فيها الاتنين. يبقى الإجابة بتاعتي كلها طلعت 32. طبعا زميلنا هنا قسم صح بس استخدم القاعدة غلط، وده الخطأ الشاسع اللي احنا بنقول عليه. الله، امال ايه الصح يا ميس؟ لما تيجي تقولي لي امسك ال 128 يا بطل وشوف هتحب الاسم على الأربعة ولا لا. طب ابتدي اعمل ايه؟ بص عندك لأحاد وعشرات العدد. أحاد وعشرات العدد عندي فيهم كام؟ فيهم 28. الله، طب في حاجة في 4 من جدول ضرب 4 تديني 28؟ يا ميس ده 4 في 7 ب 28. يبقى ال 128 كلها ميس تقبل الاسم على الأربعة. تعال نشوف عدد كمان. عدد زي عندي 212. الله، 212 انا عايزه اشوف يقبل اسم على الأربعة بدون ما استخدم الاسم العاديه. تعال نشوفه. ال 212 دي يا ميس اولها 12. طب في حاجه في 4 تديك 12؟ يا ميس في حاجه في 4 تديني 12 هي التلاتة. يبقى ال 212 كلها بتقبل الاسم على الأربعة. يبقى انا يا ميس عرفت دلوقتي ازاي احدد العدد اللي قدامي يقبل الاسم على الأربعة. تعال نشوف مثال كمان واخر مثال معايا.
لما اجي يا ميس اقول لك ال100 ودي زمايلنا بيقعوا فيها كتير، عايزه اشوف تقبل الاسم على الاربعه ولا لا، ودي مهمه. اول حاجه يا ميس بشوف الاحاد والعشرات بتوعي فيهم كام، فيهم صفار. طب في حاجه في الاربعه تديني صفر؟ اه يا ميس، ده 4 في صفر تديني صفر. يبقى ال100 كلها يا ميس بتقبل الاسم على الاربعه. وانا كنت حافظ من زمان من قاعده الاصدقاء ان 4 في 25 عندي تديك كام يا بطل؟ تديك 100. يبقى انا كده يا ميس عرفت الاخطاء اللي زمايلي بيقعوا فيها، وان شاء الله انت كمان يا حبيب قلبي مش هتقع فيها. تعال نشوف سؤال اختبر نفسك، وعايزاك تحله في التعليقات، علشان انا لما بلاقي اسماء حلت عندي تحت في قلب التعليقات صح بحط اساميها في اول الفيديو الجديد. تعال نشوف سؤال اختبر نفسك عبارة عن ايه. سؤال اختبر نفسك اللي قدامي هو عبارة عن 5 أسئلة أو 6 أسئلة، كلها اختر الإجابة الصحيحة. أتمنى إن أنت تقراها كويس جدا وتراجعها، ولو عايز تحل أسئلة أكتر أو عايز تفهم شرح أكتر في قلب الدرس هتلاقي تحت في صندوق الوصف أنا حاطة لك رقم الواتس بتاعي، لو عايز تشترك في خدمة الأونلاين أو تشترك عندك في الدروس البرايفت علشان تسمع شرح بزيادة. أنا تحت أمرك وفي خدمتك، وأشوفكم هناك إن شاء الله في الحصة القادمة.